الآن نثر بذور شجر السمر، والتي تبرع بها الناشط البيئي صديق البيئة الأستاذ فهد الحربي من محافظة أرس بمنطقة القصيم. وهذا المكان من أفضل الأماكن لبذر ونثر بذور النباتات السمر. لماذا؟ لأن السمر أصلا موجود عندنا، هذا شجر السمر، ومن الجميل أن ننثر بذوره. أيضا جميع الأشجار يفضل أن تكون في مسائل الماء الشعبان. كما ترون هذا المسيل لابد أن يكون عندنا مسيل ماء عشان السيل ياخذ حركة نقل ودفن وإنبات. هذه الضروريات لنثر جميع بذور النباتات. يفترض أننا لا نضع النبات إلا في موطنه. بعد ذلك في مسائل المياه بالذات للأشجار. أيضا قبيل الموسم، نحن الآن مقبلون على موسم أمطار إن شاء الله تعالى. والشكر لك أستاذ ممدوح والأستاذ إذعار والأستاذ عبد العزيز، الشكر لكم جميعا. الشكر للمصور المبدع أيضا خالد ممدوح الرويثي، ما شاء الله تبارك الله عليه. هذه موثقة لأن نسوي شغل